وبيبدأ فيلمنا بكاهن بيعمل طقوس تحصين على صورة الشريفة العفيفة الراقصة تشاندرموكي. واللي مش عارف مين تشاندرموكي هسيب له رابط الجزء الأول والتاني من الفيلم في أول تعليق علشان تعرفوها كويس جدا جدا. انتوا لازم تعرفوا مين تشاندرموكي من الآخر، ما تدخلش على الجزء ده غير وانت عارفها. المهم، في مكان ما بنت من عيلة غنية جدا عملت حادثة بسببها، بقت قاعدة وما بتعرفش تمشي لمدى الحياة، وعيلتها استدعت كاهن مشهور في الهند. أول ما دخل البيت قال لهم: هي مصانعكم اتحرقت ازاي؟ مش عارفين، احنا في لعنة ملازمة عيلتنا. أنا كل إخواتي بيخسروا شغلهم، وأولادي بنت منهم قبل خطوبتها بيوم عملت حادثة بسببها بقت مشلولة، والتانية اتطردت من الجامعة، والتالتة بنت الكبيرة هربت مع شخص احنا ما كناش راضيين عنه، اتجوزته وخلفت منه طفلين واتوفت بعدها هي وجوزها في حادثة. أحب أبشركم إن اللعنة دي ملازمة عيلتكم من 300 سنة، وحل اللعنة دي إن كل العيلة والورثة يقعدوا قرب معبد الأسلاف لمدة 48 يوم يمارسوا فيهم صلواتهم، ويوم الاحتفال بعيد درغا شتامي هتنتهي اللعنة. معنى كده لازم ولاد بنتها الكبيرة يكونوا معانا؟ أيوة أكيد، ده مستحيل. حاولوا تنسوا أي خلافات ما بينكم، الولاد دول مش أحفاديك. أيوة، يبقوا من الورثة ولازم يكونوا معاكم. وهنجيبهم ازاي دول؟ احنا ما نعرفش عنهم أي حاجة. أنا عارف، الطفلين عايشين مع شاب بيقرب لهم بيعتبرهم أولاده، وعلى حسب ما أعرف الطفلين مش محتاجين ورث منكم لأن أبوهم سايب لهم ثروة كبيرة، وإحنا مش عاوزينهم أساسا، بس للأسف مضطرين. وفي مكان ما عصابة قطاعين طرق خطفوا باص مدرسي وكلموا مدير المدرسة، هددوا يبعت 20 مليون روبية وإلا هيفجروا الباص. المهم كل الأطفال عيطوا ما عدا طفلين قاعدين بيضحكوا ولا هاممهم اللي بيحصل. وفرد من العصابة قال لهم: هو انتوا مش خايفين ليه؟ نخاف من ايه؟ هو جاي دلوقتي. مين ده؟ أبونا. انتوا بتحلموا. عارفين ليه؟ لأن الباص هينفجر، هيعمل بوم. للأسف مش هيحصل. عارف انت ليه؟ لأنه وصل. دخل فالنتينو زمانه الشاب بند الخطير، ضرب 5 يطفى بها نار الفتيل، بس ملحقش الفتيل التاني. تفتكروا هيسكت؟ عيب، ما يصحش. الهنود زي ما احنا عارفين جحدين مجانين مسيطرين وبيلعبوا على الوتر الحساس اللي ملوش احساس. علم عليهم الواد بندي واحد واحد ورنهم علقة محترمة، وبعدها رن على المدير قال له: الفدية تجيلي انا بقى. تتخضش يا حبيبي، بهزر معاك، طول ما انا موجود مش عاوزك تخاف لان الكذب الهندي مستمر. وفي البيت الام جمعت بناتها قالت لهم: شوفوا لي مكان كويس جنب معبد الاسلاف علشان نستقر في 48 يوم. في قصر جميل جدا يا ماما في قرية فيتنابورام، وده شكله فعلا جميل جدا، انا متحمسة. تاني يوم وصل القصر لعم مورغان، اتفاجئ بنسر جارح في وشه رحب بيه، وبعد ما قال: مش كل مرة افتح الباب المشؤوم ده اتخض، انا تعبت، يا ريتني ما قلت لهم انا اللي ههتم بالقصر. وصلت بعدها العائلة، اجروا القصر لمدة 2 شهر، ومورغان قال لهم: تحذير ليكم كلكم، ممنوع حد يروح للجانب الخلفي للقصر مهما حصل، انا عليا بلغتكم. ده ليه يعني؟ احكي لهم ولا بلاش؟ بتبرطم بتقول ايه؟ لا ولا حاجة، الجانب الخلفي متعفن وعاوز شوية اصلاحات ويتنظف، فعلشان كده بقول لكم ما تروحوش يعني. تمام، محدش هيقرب منه. طلع كل واحد لغرفته، وبعد ساعات قليلة وصل بندي والطفلين داخلين بيضحكوا لانهم فاكرين ان هيكون في ترحيب واحضان، وما لقوش غير وشوش ضالة في وشهم. عارفين يا ولاد، الناس دي شكلهم بيحبونا قوي، يلا روحوا سلموا على جدتكم يا اولاد، شكلك زي امنا بالظبط يا تيتا، ماما دايما كانت بتورينا صورك. سلمتوا؟ يلا بعيدوا بقى. احب اعرفكم ان احنا ثابتين على موقفنا ومش هنصلح علاقتنا بيكم ابدا. هم 48 يوم بس وما توريناش وشكم. هم الناس دول بيعاملونا ليه كده؟ مش مفروض هم اللي محتاجيننا؟ معلش يا اولاد، شكلهم مجانين. قابلوا في طريقهم خالتهم وقال لهم: روحوا سلموا عليهم، دول شكلهم طيبين مش زي الباقي. وبيعدي الوقت بمنتصف الليل اتسحبت بريا خالتهم الصغيرة للجانب الخلفي تستكشف المكان، ولما شافت السلم ده حست بقبضة خوف ورجعت لغرفتها فورا. وفي صباح اليوم التالي سمعوا كلهم صوت جميل بيغني، وطلعوا لقوا بنت فاتنة بترسم قدام باب القصر، والمعلم بندي ايده قلبت عجلة بدلات من جمالها. المهم سألتها الأم الكبيرة: مين انتي؟ أنا لكشمي بنت بياع الحليب وساكنة في البيت اللي ورا القصر. انتي رسمتي رسمة جميلة جدا وواقفة في نصها، هتطلعي ازاي؟ شكل انت مكتي فيها. انا في العادة ما برسمش رسمة كبيرة كده، ممكن حد فيكو يساعدني اطلع؟ بندي يسكت، لازم يرشق نفسه على طول.
مدلها ايده والواد ايده مغناطيس بسم الله ما شاء الله، سحبها سحبه فل الفل. المهم شكرته وجريت على بيتها، قالت لابوها انا قدرت المره دي اوصل لمدخل القصر ومش هسكت غير لما احقق حلمي وادخل استكشف القصر كله. جمع بعدها بند الاطفال قال لهم علشان تساعدوا العيله اللي بتكره امكم لازم تروحوا معاهم لمعبد الاسلاف تأدوا معاهم الصلوات، وكده كده انا جاي معاكم. جاي فين يا حبيبي؟ انت مش من العيله. خلاص ما تضايقش نفسك، خدي بالك من احفادك حضرتك، مش هوصيكي عليهم. مشي الكل واتفاجئ بندي برجوع الاطفال، قالوا له المكان اللي ملكش وجود فيه ما يلزمناش، انا قلت انكم مش هتقدروا تبعدوا عني، يلا ندخل نلعب. وصلت بعدها العيله لمعبد الاسلاف، لقوه مهجور والزرع محوطه من كل اتجاه، وكاهن عجوز ظهر لهم قال لهم اخيرا وصلتوا. هو فين؟ في شخص ناقص ووجوده معاكم ضروري جدا. هو مين وانت مين اساسا؟ ما ردش عليهم وسابهم، وقابلوا بعدها كاهن اخر قالوا له احنا بتواجهنا مشكله وجينا للمعبد علشان نأدي في صلواتنا. هو ليه مهجور؟ انتوا جايين تحلوا مشكلتكم في مكان فيه مشاكل اساسا، هو المعبد مش هتقدروا ترجعوا لطبيعته، هي مش هتسمح لكم. هي مين؟ شاندرموكي. وعارفين ليه مش هتسمح لكم؟ لان النور لو وصل للمعبد هتصح روح الملك فيتيان، وده اكتر شخص بتترعب منه وفي نفس الوقت عاوزة تقتله. احنا قابلنا راجل عجوز في طريقنا اتكلم عن شخص ناقص مننا، هو ظهر لكم، تعرفوا ان الشخص ده عايش من قرون، اعتبروا مقابلته بركة ليكم وانسوا المعبد وارجعوا بيوتكم. احنا مش هنمشي من القرية غير لما نقضي طقوسنا في المعبد، شكلكم مصرين زي اللي قبلكم، حاولوا تنظفوا المعبد لو عرفتوا، وانا تحت امركم بعد كده. بنفس اللحظة لاكشمي راحت لبندي قالت له ممكن اطلب منك طلب؟ شكلها عاوزة تبوسني. اطلبي بسرعة، انا هموت وادخل القصر علشان استكشفه. ضاعت البوسة. بس كده؟ ده انت تأمري، تعالي. ايه رأيك؟ حلو صح؟ تحفة جدا. انا بينصحوني دايما ما اروحش للجانب الخلفي، ايه رأيك نستكشفه مع بعض؟ اكيد طبعا. المكان هنا شكله ما يطمنش، بس انا عندي فضول اعرف ايه اللي فوق. خدها وطلع، ولاكشمي اول ما شافت باب غرفة تشاندرموكي خافت وطلبت تخرج فورا من المكان. دخلت بريا بعد ما خرجوا لغرفة سرية جنب السلم، استكشفتها بالصدفة ولقيت فيها خرزة خلخال مسكتها، نظفتها من التراب ويا ريتها ما نظفتها. خرج ضوء منها اتجه لغرفة تشاندرموكي، رشق في صورتها لتستيقظ روح ملعونة منتظرة اللحظة اللي تتحرر فيها، وفي نفس الوقت كله صحي على صوت صرخة قوية. ولما خرجوا جارتهم اعتذرت ليهم وقالت لهم دي أمي اللي بتصرخ، أنا أمي كانت شغالة في القصر زمان وشافت شيء مرعب فيه، ومن وقتها وهي في نوبة فزع بتجيلها كل فترة. المهم تاني يوم صحي بندي ما لقاش الأولاد في القصر، وشاف أخو جدتهم منزلهم بيقول لهم لو قربتوا من غرفة الجدة تاني هضربكوا، طول ما أنا عايش مفيش حد يقدر يمد إيده عليهم. انتوا عملتوا إيه يا أولاد؟ ما عملناش، بعد الصرخة اللي سمعناها الليلة اللي فاتت خوفنا ومعرفناش ننام، وأمنا وحشتنا جدا في الوقت ده، وفكرنا ندخل ننام جنب جدتي لأنها شبه أمي جدا، ده كل اللي احنا عملناه. انت بتضربهم علشان كده يا عديم الرحمة، وانت موافقة على اللي بيحصل لأحفادك؟ تعرفي ان بنتك الكبيرة ندمت انها اتجوزت من غير رضاكي وحاولت تعتذر ليكي بدل المرة 1000، وانت كنت بترفضي. وتعرفي كمان ان حفيدتك مسمياها رنغة على اسمك. انت نسيتي بنتك، بس هي عمرها ما نسيتك، وربت أولادها على حبك، كانت دايما بتوريهم الصور بتاعتك وتحكي لهم عنك كل خير. أنا جبت الأولاد هنا علشان أصلح العلاقة ما بينكم ويكون ليهم عيلة وسند، لكن الواضح إنهم ملهمش مكان بينكم. أسفين على الإزعاج، إحنا ماشيين. وقفوا كلهم اعتذروا لي وللأولاد، وتقبلتهم الجدة أفراد من العيلة وسط احتفالات كبيرة مخصوصة ليهم. وبعدها جابوا مقاول اتفقوا معاه يجيب عمال ينظفوا المعبد، لكن روح شاندرموكي ما سمحتش ليهم. اتحولت لتعبان ضخم وسحبت عامل تحت المية قتلته، والتاني مات بسبب مس كهربي. والكاهن بعدها استدعاهم وقال لهم اهي موتت 2 ويا عالم هيحصل ايه تاني، ارجوكم سيبوا القصر وامشوا. اتجمعوا بعدها كلهم في القصر وقرروا يجيبوا كاهن يحصن القصر، لكن بند رفض وقال لهم ما تعملوش اي حاجة غير لما اقول لكم، في خطة في دماغي انا هنفذها. المهم عدى الوقت وفي الليل صحيوا كلهم على صوت رنة خلخال جاية من الجانب الخلفي، وقسموا نفسهم لفرق تبحث في كل ركن في القصر على مصدر صوت الخلخال.
شافت بريا وهي بتدور لكشمي خارجة من غرفة ومسكتها وخرجت قالت لهم البنت دي هي اللي بتخوفنا. انتوا فاهمين غلط، انا عندي فضول استكشف القصر مش اكتر. احكي لهم يا بندي. ما تقلقوش من لكشمي، انا اللي سمحت لها تدخل البيت والاصوات اللي سمعناها مش منها. في شيء ملعون ساكن القصر هنا لازم نعرفه ونواجهه كلنا. انا بقول نجيب مقاول تاني يشتغل في اصلاح المعبد. لا مفيش داعي، انا هتصرف. راح بنتي تاني يوم للمعبد أدى بعض الطقوس وولع نار في الزرع اللي محاوط المعبد كله، وضوء النور بقى في المعبد بكل ركن بسبب النار. وظهر له بعدها الكاهن العجوز قال له اخيرا جيت وجبت النور معك. انا قلت لهم في شخص ناقص بس هم ما صدقونيش. انت اللي هتحل مشاكل العيلة. مش فاهم تقصد ايه؟ هتفهم مع الوقت. انت لازم دلوقتي ترجع للقصر لان تشاندرموكي دلوقتي سيطرت على جسم شخص من العيلة، لازم تكشفه في اقرب وقت. رجع للقصر والجدة قالت له احنا مش هنقعد في القصر ده دقيقة كمان، هنشوف اي بيت تاني. مش هينفع لان المشكلة حاليا مش في القصر، مشكلة المعبد اتحلت. وقابلت كاهن عجوز قال لي في شخص من العيلة تشاندرموكي لبست جسمه، وقال لي كمان حصل نفس المشكلة من 17 سنة لعيلة كانت ساكنة القصر. ايوه حصل فعلا، تشاندرموكي كانت لابسة جسم جانجا زوجة سينسل ابن اخويا، بس وقتها الدكتور والكاهن دمروا تشاندرموكي في الغرفة المجاورة للسلم. انا حذرتكم ما تروحوش للجانب الخلفي بس انتوا شكلكم ما سمعتوش كلامي. طلبت العيلة الكاهن الخاص بيهم، واول ما وصل سأل العم مورغان هي الغرفة اللي اتعالجت فيها جانجا زمان حد دخلها من بعدها؟ لا ما اظنش. طيب تعالوا ورايا. في اثر خطوات جديدة هنا، واللي دخل هو السبب في خروج روح تشاندرموكي. بريا قالت لهم اكيد لكشمي، انا مسكتها بتتجول في القصر. ما حصلش، انا عمري ما دخلت لهنا. انتوا هتتعازموا على بعض. المكان اللي هناك ده الدكتور والكاهن حضروا في روح تشاندرموكي، وكل شخص فيكم هيقف هناك واللي لابسه روح تشاندرموكي هيبان عليه. اتحركت بريا بكل ثقة ووقفت فيه، وأمر الكاهن بدخول لكشمي لكنها رفضته بشدة، وخدوها رجالة الكاهن بالعافية وهي من غير ما تقصد سحبت جياتري القاعدة لينصدموا كلهم. إنها قامت وقفت على رجلها، كلمتهم بصوت تشاندرموكي وهددتهم يخرجوا من الغرفة وإلا هتقتل جياتري. المهم الكاهن في الوقت ده قرأ عليها طقوس خرجت تشاندرموكي من جسمها مؤقتا، وبعد ما نيموها بريا قالت له انا اللي دخلت للغرفة ولقيت خرزة خلخال وخدتها. ازاي اختي اللي اتأذت وانا لا؟ لان اختك دخلت بعد ما انت خرجتي وخدت الخرزة اللي وقعت منك، عملتها سلسلة لبستها في رقبتها، والخرزة دي من خلخال تشاندرموكي وروحها متعلقة بيها. عاوز اقول لكم ان بنتكم دلوقتي هتقدر تمشي على رجلها بسبب قوة تشاندرموكي، لكن بمجرد ما نخرجها من جسمها هترجع كما كانت. فاقت مع كلامهم ناسية كل حاجة وقالت لهم انا مش مصدقة اني بمشي على رجلي، انا خفيت يا ماما، مفيش كرسي متحرك بعد كده. جريت زي الاطفال تلعب مع الاولاد، والكاهن قال لهم عاوزكم تتكلموا معاها بشكل طبيعي كالمعتاد واوعوا تذكروا قدامها اسم تشاندرموكي. راح بعدها الكاهن للمعبد ولع شموع وأدى بعض الطقوس، وبنفس التوقيت اتملكت الروح جياتري وخدتها المكان خدت منه سلاح. اتجهت بيه لغرفة تشاندرموكي وبدأت تكلم في نفسها وتهدد فتيان بالقتل لحد ما فقدت وعيها، وبندي شالها واداها للكاهن وقال له احنا هنفضل على الحال ده كتير. الروح تملكتها علشان ولعت شموع في المعبد، وانا عاوزكم تروحوا بكرة انتوا كمان تولعوا شموع، لان الروح بتهدى وبتخاف من الضوء اللي بيدخله، وهنستمر على اضاءة الشموع لحد يوم عيد درغا اللي هنقضي عليها فيه. تاني يوم جهزوا كلهم وخرجوا لقوا جياتري في العربية بتاعتها بتقول لهم بما ان رجلي تعافت قلت لازم اسوق بنفسي، مين هيركب معايا ولا هتخافوا؟ انا وولاد اختك يا بنتي هنركب معاكي. استغل بندي عدم وجودهم وبدأ يبحث عن اي اوراق تاريخية في القصر تفسر له اللي بيحصل، ولقى في غرفة تشاندرموكي باب سري فتحوه موجود فيه سلم نزله، واتفاجئ بغرفة سرية فيها عرش من ذهب انجذب ليه وبدأ يعمل في حركات لا إرادية، وضوء من نور قوي جدا خرج من كل ركن في المكان واتملكه. وفي نفس اللحظة جياتري انحرفت عن طريق بقية العربيات، وتشاندرموكي صورتها الحقيقية ظهرت في انعكاس المرايات وحاولت تقتلهم علشان توقف الطقوس. وفي آخر لحظة وقفت على طرف الجبل بسبب الشموع اللي أشعلوها في المعبد. وفي الليل ظهر الراجل العجوز للكاهن وقال له طقوسك مش هتقدر تتحكم بيها في تشاندرموكي لأن روح الملك فيتيان رجعت، وفي جزء في القصة مخفي عنكم
والسر المخفي ده هو سينغوتيا، أعز أصدقاء فيتيان وأقوى جنرال في الجيش بتاعه. نرجع هنا بالزمن 300 سنة بعد ما سيطر الملك وجيشه على المملكة المتواجد فيها تشاندرموكي. دخل حرم النساء، قتل كل المتواجدين فيه، ولما شاف تشاندرموكي انبهر بجمالها جدا وبقى بيجري وراها زي المجنون، بيدور عليها في كل مكان، وهي قدرت تهرب منه بسبب الكاهن اللي عطله. وفي آخر اليوم قعد حيران بيفكر فيها، وسينغوتي قال له: مالك يا صديقي؟ أول مرة أشوفك حيران كده. أنا دايما كنت بتخيل مواصفات زوجتي المستقبلية، والنهاردة في حرم النساء لقيتها بس اختفت. أنا عرفت إن اسمها تشاندرموكي وأشهر راقصة في المملكة. أنا عاوزها سينغوتيا، ما تفكرش كتير، أنا هقلب لك عليها المملكة ومش هرجع من غيرها. خرج بالفعل يبحث عنها، وسمع بالصدفة بنات بينادوا على تشاندرموكي، وفضل واقف متنح من جمالها. قال لنفسه: فعلا الملك عنده حق، جمال مفيش منه اتنين. المهم خرجت تشاندرموكي مع أصدقائها، وفي الطريق قابلهم فهد أسود. جريوا كلهم منه وسابوا الجميلة مكانها، ما بقتش عارفة تروح لفين ولا فين، لحد ما لقيت الأخ سينغوتيا في وشها، اترمت في أحضانه. والمعلم ما صدق، عجبه الحضن جدا. وقبل ما الفهد يقطع عليه هذه اللحظة الرومانسية، اداله حتة شلوت هندي وقعه جنبه فورا وكمل عليه بالسيف. ما نهزرش احنا، السنجة يا سيدي. المهم الأنسة تشاندرموكي شكرته، ولما جت تمشي قال لها: ايه يا قطة رايحة فين؟ ورانا رحلة. كنت عارف انك قدها يا صديقي، اطلب اللي انت عاوزه وانا هنفذ فورا. عاوز ممالك ولا ذهب؟ انا لو اقدر اقدم لك حياتي كلها كنت قدمتها لك. طلبت تشاندرموكي تكون زوجتي. انت اتجننت؟ لا، انت شفتها مرة واحدة وعجبتك، وانا من دقايق بسيطة كانت في حضني، والصراحة يا صديقي حضنها جميل جدا. اتحولوا الأصدقاء على بعض بسبب البنت، ولأن مهارات سينغوتيا في القتال أقوى بكتير من فيتيان، سيطر عليه وانتهى القتال بقطع دماغ فيتيان. وبعد التخلص من جسمه قعد سينغوتيا على العرش وقال لهم بصوت عالي: أنا من النهاردة الملك فيتيان الثاني، انسوا اسم سينغوتيا. تشاندرموكي، أنا قتلت لأجلك أعز أصدقائي، من النهاردة هتكوني ملكة القصر. انتوا اتسرعتوا انتوا الاتنين. أنا بحب شخص تاني بيرقص معايا اسمه غنى شيكر. بتحب مين؟ غنى؟ مش عاوزة تروحي له بالمرة؟ وبالمرة أحضر فرحكم وارمي عليكم الورود كمان. انت شكلك ما بتسمعيش كويس، بقولك أنا قتلت الملك علشانك، انت وجسمك ورأسك ملكي أنا وبس. خدها بعد المراسم حفل انتصارهم على المملكة، وفي نص الحفل شافت حبيبها غنى وبدأت تكلمه بلغة الإشارة من غير ما حد ياخد باله علشان يمشي، بس هو كان مصر إنه يفضل في المكان. وفي اللحظة دي قائد الجيش لاحظهم وضحك ضحكة خبيثة. المهم فاق بندي من الحلم الطويل، والكاهن قال لليلى: زي ما تشاندرموكي سيطرت على غياتري، الملك فيتيان امتلك جسد بندي. يعني في شبحين عايشين معايا في القصر دلوقتي؟ كان يوم اسود يوم ما اجرته ليكوا. بعدها انتظرت غياتري لما الكل نام، واتجهت لغرفة تشاندرموكي. طلت من شباك الغرفة على بيت حبيبها الراقص غنى شيكر. وهنا نرجع بالزمن، وغنى اتسحب ودخل القصر. فاجئت تشاندرموكي المحبوسة في غرفتها، اللي أول ما شافته قالت له: انت ايه اللي جابك؟ المكان هنا خطر، لو شافك هيقتلك. بس أنا مش خايف، لو هموت علشانك يبقى أفضل. بس اقعد ساكت، دي الخدامة الخاصة بيا، هي بتكره الملك جدا وهتساعدنا نهرب مع بعض. انتظرني خارج القصر، امشي يلا، الملك موجود هنا. لمستك بتكهربني، انت تعبت نفسك ليه؟ انا كنت جاية لغرفتك بس انت فاجئتني. انت بنفسك كنت جاية غرفتي؟ ايوه، انا محضرة لك فقرة رقص هتعجبك جدا كمان. يا سلام، احب اشوف انا. بعد فقرة الرقص جاب لها غنيمة من الذهب تختار منه اللي هي عاوزاه، وقالت له: انا ما يهمنيش ده كله، عاوزاك انت وبس. يا بنتي بقى ما تلعبيش بمشاعري، بضعف انا محضر لك هدية تليق بمقامك. اكشف يا ابني اكشف. مش دي الخدامة اللي هتساعدك في الهروب برضه؟ اكتر حاجة بكرهها هي الخيانة. لسه في هدية تانية.
شكلك بتموتي فيه وبتحبيه. انا هديكوا فرصة لو عاوزين تعيشوا. قدموا لي فقرة رقص ممتعة، ولو عجبتني هفكر اسيبكوا. ما عجبنيش اداؤه خالص. شندرموكي حبيبتي، كنت فاكرك عذراء ومفيش حد هيلمسك غيري، وانت خنتيني مع غنة. ده يرضيكي؟ اعذريني يا معشوقة قلبي اني هولع فيكي. اتوعدت انها ترجع تنتقم، ومع مرور الايام بقى يسمع صرخاتها في كل القصر، وحابس نفسه خايف يخرج. وفي ناس بتقول انه سمم نفسه ومات، وناس تانية شافته بيهرب من المملكة. وانت يا بندي بدخولك لغرفته السرية روحه اتملكتك، وتشندرموكي دلوقتي فاكرك انت فيتيان. اللي حصل من 17 سنة في القصر هيحصل تاني خلال 24 ساعة، يكون عيد درجة. وده اليوم اللي الدكتور والكاهن خرجوا فيه تشندرموكي من جسم جانكا، واحنا هننفذ نفس الخطة اللي هم عملوها. جهزوا الغرفة ونفذ يا بندي اللي هقولك عليه بالحرف. انت لما هتواجهها فيتيان هيكون لابس جسمك، وفي الغرفة دي رسمة قديمة الكاهن مساعد الدكتور كان راسمها. بمجرد ما هتقف عليها روح فيتيان هتسيب جسدك، وهتكون في الوقت ده ضعيف. ودورنا هنظهر تمثال بلاستيك فجأة ليها كأنه انت، وانت هتهرب من المكان. تاني يوم طلعت تشندرموكي لغرفتها ترقص كالمعتاد، وفيتيان اتجسد في بندي دخل عليها ب4 كلاب سعرانين ينهشوا لحمها، ولكن حصل العكس. तब गुरुजी अपनी शक्तियों से एक पवित्र घेरा बनाएंगे। तुम्हें लड़ते लड़ते اتنفذت الخطة زي ما قال الكتاب، وقطعت دماغ التمثال البلاستيك على أساس إنه فيتيان، لتحقق تشندرموكي انتقامها اللي بتسعى ليه دايما كل ما روحها الملعونة بتصحى. وخرجت من جسم جياتري، وكل شيء رجع لطبيعته من تاني. بكده يكون وصلنا للنهاية. الفيلم يا شباب يعتبر مكرر ومتغير في بعض الأحداث بس مش أكتر، لأنه شبه الجزء الأول من الفيلم جدا، وأتمنى يكون في جزء رابع أقوى من كده. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات علشان توصل لكم كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.